للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الخبيرة مريم نور. سيدة مريم، هل حقا النظام الغذائي قادر على إطالة عمر الإنسان، أم أن هذا الموضوع محكوم بأمور مثل الجينات وغيرها التي لا يستطيع الإنسان التحكم بها؟ أول شيء بشكركم واسمحي لي أني أحكي. تركنا الأنبياء يا أختي ولحقنا الأغبياء، من حرب إلى حرب أكبر. لجسدك عليك حق. سكرنا باب العلم، علم أبدان وأديان. أمة العرب من 1200 سنة ما عندها علم، بس هيدا هو. لكن الحروب، كل حرب في حرب أكبر. رجعوا إلى الصيام مع الأنبياء. شو قال المسيح، شو قال الحبيب. باليابان ليش بيعيشوا أكثر؟ أنا عايشة مع قبيلة اسمها الهونزا 350 سنة بيعيش. شو 125 150؟ بس العرب أمة اقرأ لا تقرأ يا بنتي. هيدا العار. لو بتشوفي اليوم اجتماع العالم اليوم سنة يعيش هذا الفترة يعود إلى ماذا سيدة مريم نور؟ إلى الوعي، مش إلى الطعام. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، ولا طعام على طعام. رجعوا إلى علم الإمام علي، باب المدينة. اليوم عندنا علم اسمه السلام عليكم، 11 حرف، واو 3 عليكم السلام، باب ومدينة وباب. هالعلم موجود بشرق وغرب إلا أمة العرب. شوفي اليوم، شوفي بالعالم كله، ومريم نور الوحيدة كعربية مشتركة اليوم بسورة البقرة آية 69. كل العالم عندهم علم اسمه سورة البقرة، والبقرة صفرة. واليوم علم سيدنا عثمان. ليش عمل هالقد غزوات ونجح فيها؟ ليش الخلفاء أربعتهم بحرف العين؟ ليش ماتوا ب63؟ هيدا علم يا أختي مهم كتير. طعامنا غذاؤنا، وغذاؤنا طعامنا ودواؤنا، ولكن لا طعام على طعام. إن كان بالصيام المسيحية أو بالإسلام ما بنعرف شو عم ناكل، بس منحش كروش وعروش ومثل ما انك شايفه. هيدا من مال الى مال اكثر. المرض عم بيزيد، العلاج لحوب المطبخ منه بالمستشفيات. صرنا عم نتاجر بالناس، ما المهم عيش 30 لماذا برأيك سيدة مريم نور يتم اللجوء في هذا الشهر الكريم، مع العلم أن في الدين يعني هذا هو شهر التقشف؟ لماذا يتم اللجوء، عفوا ولو سمحتي لي، إلى هذه العادات الغذائية السيئة؟ لا بس اسمحي لي اقول لك من قلب مجروح وبشكركم. العربي ما بيقرا، ما عندنا علم. محطاتنا كلها العربيه ليك شو بتحط. المهم الواو. العالم كله عم بيحكي بعلم الواو. علم مهم كثير، واو ونون وميم. طيب فهمنا ما هي المشكله سيده مريم، ولكن لننتقل قليلا الى المعالجه. ما بنقرا. حكيني كلمه. العرب نحن قوم لا نقرا، قوم بالنا بس ببطننا كروش وعروش، وبالنا بدنا ناكل، وفكرنا الصيام هو عن الطعام. الصيام هو عن كل ما دون الله. انت عم تاكلي صايمه. ما تقطعي صلة الارحام. انا بقول لها العرب من حرب الى حرب اكبر، الى دمار شامل. بعدنا من وقت ادم وحواء. التاريخ عم بيزيد حاله بالاخ. انتبهوا، لجسدك عليك حق. المسيح قال خذوا كل هذا هو جسدي. سيدنا وحبيبنا النبي قال بياكل قليل من قبضة تلت قبضة اليد لحم جديد مرة بالأسبوع. وستنا عائشة بتزيد الشعير. افتحوا علم ستنا عائشة ascendpress.org. طيب بما أننا أمة لا نقرأ سيدة مريم، لو سمحتي لنا يعني هل لنا أن نسأل لو تعطينا وصفة لغذاء مثالي في يوم صيام، يعني في يوم صيام عند الإفطار، لو تعطينا وصفة. تتروقي بتفطري على التلبينة يلي محطوطة بالطب النبوي الشريف. روح كتاب طب الإمام علي والطب النبوي الشريف موجودة. تلبينة هي رز أو شعير، نزع القشور، خطوة إلى القبور. كلكن كله قمح مش مقشور، خبز كامل. شيلوا السكر من البيت، اللهم نجينا من الأبيضين. شيلوا كل الملح المكرر، خلص. وبالسحور كلوا خضرة، وكلوا كمان جرين، لأنه عندك 20 مطحنة، عندك 4 أنياب بس، عندك 8 قواطع. هذا الكتاب لحوب تمك. أنت كتاب الله المبين، ولا الطبيب ولا الشيخ ولا أي إنسان مسؤول عنك. استفتي قلبك أيها العربي. كل يوم رمضان، مش بس شهر رمضان. كل يوم، وكل يوم حج. وسيدنا عمر وقت اللي قال والله ما حج إلا ناقتي وأنا وإعرابي من البصرة. كثير قلبي مجروح بكل رمضان. بشوف كيف منصوم شرق وغرب، علماء
وليكوا المسلمين يلي هالشهر الكريم الإسلام هو الجواب، الإسلام هو الدين، لا إله إلا الله بذرة كل الديانات، ولكن ما في علم. سكرنا باب العلم. بطلب من كل أخوتنا علماء المسلمين افتحوا باب العلم. بأمريكا ما صدق الجور إنه الخلفاء حقيقة، قال لي اتس ميثولوجي. رايحة على كندا هلا وقالوا لي يو ار سيف، ما في عرب ما في مسلمين، حكي عن الإسلام. ليكوا وين صرنا. طيب سيدة مريم، بموجب هذا النظام الذي أعطيتنا إياه، لو باختصار يعني لو اتبع من قبل الناس في رمضان وخارج رمضان، هل هذا كفيل بإطالة العمر؟ 80% من الأمراض بتصح، بس الاف دي اي عم تتحكم بالعالم. 2% اليهود عم يحكموا 98% بالرجمة بدون رحمة، لأن نحن ما بنقرأ. لكن الأمراض كيف عم بتزيد. لكن المستشفيات كان عنده عيادة صار عنده سوبر ستار وسوبر ماركت ومستشفيات ومكانات عم تفحص. سيدنا عمر كان يطلع بالفراسة بعيونك ويعرف. كل العرب هلا يمدوا لسانهم، وتشوفي قديش في افت فموز على اللسان. انا رح مد لساني وسامحوني، مرة عمري 75. شكرا لك سيدة مريم نور، حدثتنا من بيروت، شكرا لك. خطف القراصنة الصوماليون سفينتين قبالة